مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. اخبار الفريلانسنج ايه؟ لذيذ جدا الحمد لله. مبسوطين يعني؟ انا عن نفسي مبسوطه جدا بصراحه. واحد عارف ينام كده، صح شغال. ولا ايه؟ شغال. طيب التصوير عامل ايه عامه؟ والله كويس يعني هو اي نعم شغلانه متعبه شويتين، بس ادينا بنحاول بقى ان احنا ايه يعني نخلي الليل نهار والنهار ليل. فعشان كده التصوير بيخليك ان انت ما تشوفش احلامك اصلا، فبيبقى ليلك نهارك ونهارك ليلك، بس متعب قوي. الكونتنت بقى والتمثيل والحاجات الكتيره دي من ناحيه ايه اخبارهم عامه معاكي؟ والله يعني انا اصلا كده كرييتيف، فمش بتعب كتير يعني. متقلقش عليا. ماشي، هنسالكم كده اسئله على الشغل عامه يعني. طيب ايه اغرب مكان اشتغلتوا منه؟ اغرب مكان اشتغلنا منه، استنى كده افتكر. اغرب، انت ايه اغرب مكان؟ انا اغرب مكان اشتغلت منه مره صورت فوت سيشن لعريس وعروسه في سوبر ماركت. والله صورنا في سوبر ماركت وبتاع واليوم ده صورنا من الساعه 7 الصبح قبل ما الكلاينتس تيجي، وقلنا محدش هيدخل بقى وبتاع، لدرجه ان كان في كلاينتس واقفه الصبح بقى، اللي عايز يروح شغله، اللي عايز يجيب باتيه، اللي عايز يجيب عصير، اللي عايز يجيب ايه. فوقفنا السوبر ماركت لحد الساعه 10 مثلا عشان بنصور فوت سيشن لعريس وعروسه، كان بجد في سوبر ماركت. كان المفروض نصور مره في حاره، وكنت لابسه دريس سواريه كمان، فكانت كل الناس واقفه بتتفرج، وقالوا لي اقفي في حته معينه. وقفت على سند على العربيه كده قديمه. روحت اليوم ده كله دراعي تقريص، لان هي كانت خروه من الاخر يعني، مش والله اتقرصت. وركبت توك توك ووصلت بقى المكان اللي احنا هنصور فيه. كانت على قهوه، كانت ناس قاعده بتلعب طاوله، وانا قاعده عادي بسكرت لحد هنا وبصور عادي جدا. بابا قال لي ما شاء الله عليك يعني. طيب ايه اكتر خناقه كبيره حصلت ما بينك وبين كلاينت وانت شغال معاه على بروجكت؟ انا مره قعدوا لطعوني، مش واحنا شغالين على بروجكت، بعديه بقى لطعوني مثلا 6 شهور عشان اخد البيمنت بتاعتي. خدت بابا، خدت عمي، ورحنا لهم لحد المكان وعملنا احلى خناقه ممكن تتخيلها في حياتك. خدت فلوس في الاخر. عايش والله. انا مسيطره كده كده. هي ما كانتش خناقه، هي كانت مصيبه يعني. وانا بصور فرح مره من قبل ما نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، العريس طلق العروس. ده بجد؟ لانها والله بجد. لا بجد؟ والله بجد، لان هي كانت محجبه، وكانت متفقه معاه ان هي خلاص محجبه وكله تمام، فجاه راح لقى الفستان بتاعها قط. مفاجاه. مفاجاه مش كده. هو بدل ما يعمل فيرست لوك قال لها انت طالق. لاست لوك. البدايه النهايه اتقابلوا مع بعض. طب ما كملش الفرح بجد؟ خلاص باظ الفرح وباظت الشغلانه كلها وباظ الموضوع. يا حرام. كلنا روحنا وتعشينا اليوم ده في البيت. طيب ايه اكتر طلب غريب اتطلب منك من الكلاينت؟ مني انا ان انا مره مثلا كنت في فرح، وان والد العريس مطلق والده العروسه. يعني والد العريس مطلق والده العريس ومتجوز، ووالدته متجوزه واحد، ونفس الكلام الناحيه التانية عند العروسه، والدها مطلق مامتها، والدها مطلق مامتها، ومامتها برضو متجوزه، ففي 4 عائلات في الفرح. فكان بالنسبه لي بقى الكوميديا ان كان في ناس بتقول لا الناس دي ما تصورهاش عشان وعشان وعشان. طب وانا مالي؟ والناس دي تيجي من ورا الناس دي تقول لي ما تصورش الناس دي عشان كذا وكذا وكذا. طب انا مالي؟ واحد يقول لك لا انا اللي دافع، انا اللي اقول مين اللي يعمل ومين اللي يسوي. اقول له طب وانا مالي؟ احنا بنكفر حاجه بنصورها وهو مناسبه عائليه يعني المفروض. بس لا كان في حساسيات جامده قوي واليوم برضو يعني كان شبه بايظ يعني بنسبه 90% كان بايظ. هم 10% بس اللي ظبطوا منه. لا انا مفيش حاجه غريبه اتطلبت مني الحمد لله. طيب بما ان انتوا شغالين بقى فريلانسرز وعلى طول مالكوش ميعاد يعني في الشغل، فازاي بتتعاملوا مع الورك لايف بالانس اللي هو انك انت تمانج شغلك وفي نفس الوقت حياتك الشخصيه؟ هو الفكره ان احنا عارفين نبقى انا كده عارفه بالانس يعني، لانه اصلا معظم الوقت بتبقى خلي بالك الكونتنت والشغل بتاعنا ده بياخدش وقت كتير قوي
زي لما بتصحى من الساعه 6 الصبح مثلا تروح الساعه 3 4. ففي بالانس طبعا ما بين حياتي والسوشيال لايف بتاعتي والبرايفت لايف بتاعتي والشغل. ما فيش حاجه صعبه يعني بالنسبه لي. مش عارفه انت بالنسبه لك ايه بصراحه؟ انا المشكله عندي مثلا في الاعياد، فمثلا ممكن في الاعياد الناس كلها بتحتفل، ده السيزون اللي عايز يعمل فرحه واللي عايز يعمل خطوبته. لا مشكله. فانا مراتي بتقول لي مش هنسافر، بقول لها طب انا عندي شغل. تقول لي طب خلاص بعد الشغل، يجي بعد الشغل مثلا نلاقي مثلا افتر بارتي. طب يا جماعه، طب تقول لي هنسافر امتى؟ اقول لها طيب استني طيب عليا بعد ما الشغل يخلص. فبالنسبه لي بقى حركه لا تنتهي، يعني اللي هو ايه، تحس ان الشغل بياخد نسبه كبيره من حياتك الشخصيه لو انت مركز فيه او عندك عطاء للشغل بتاعك، فبيحرق كتير قوي من حياتك الشخصيه. فبتحس اللي هو ايه ده يا جماعه، طب فين يومي، فين مراتي، طب فين صحابي، طب فين الناس؟ فبتلاقي عندك مفيش وقت خالص. لان الموضوع بتاعنا ما بيبقاش شغل بس، لكن في بعد الشغل حاجه يعني افتر وورك، في حاجات بقى كتير قوي بتتعمل، بتتابع مع اديتنج، بتتابع مع مونتير، بتتابع مع مونتاج، تاخد مثلا اول كات، تاني كات، تالت كات. فالموضوع بيبقى بالنسبه لنا بنقعد مثلا على البريمير في البروجكت الواحد اكتر من 15 يوم عشان نطلع بروجكت. فبيخلص اليوم وبعده ب 15 يوم لليوم ده. فانت متخيل ان انت ممكن تخلص في اليوم الواحد مثلا لو عايز تشتغل على 3 بروجكت، فانت ممكن ما تروحش البيت. مراتي بتقول لي ايه ده، انت هو اوتيل ولا ايه؟ راجع الاوتيل بتاعك بالليل خلاص. يعني بتبقى مش مظبوطه شويه لو انت في الفريلانسنج وكده يعني. طيب ايه اغرب بروجكت اشتغلت عليه؟ يعني مثلا مره كان مطلوب منا مثلا نصور فوت سيشن في مكان مهجور، وكنا متفقين ان احنا هنظبط مع الغفير اليوم ده ومش عارف ايه، هوب مراته حامل فما جاش، والمكان مقفول والفيلا مهجوره، وبنصور في مكان ابعد مما تتخيل، وده اللي هنعمل فيه فوتو سيشن بتاع الفرح. فاضطرينا ان احنا نخلي العريس والعروسه ينطوا من فوق السور وانا معاهم. نعم؟ بالمعدات اقسم بالله. لا ده حكايته غريبه جدا. نطينا بالحاجه، ولدرجه ان كان في ناس شغاله معانا بنطلونها اتقطع، اتعمل في الحديد بتاع البتاع. نطينا واستورنا في فوتو سيشن جوه، تلت ساعه بالظبط لقينا كلاب بتجري علينا، عضوا واحد من معانا من اسيستنت في دراعه، كلنا طلعنا نجري وسيبنا الراجل ورجع بعد كده مخضوض بقى، يعني معضوض في ايده، ورحنا على المستشفى وكانت قصه. طيب طبعا بتشتغلوا شغلانات مش موجوده كتير يعني، فازاي بتشرحوا بقى الشغلانات دي للناس اللي بتقابلوها من العيله او من بره العيله؟ بص انا جيت وانا في جامعه ما كانش في حاجه اسمها فوتوغرافرز في مصر، او كان حد لسه بيصور او فتح فكره التصوير الاوت دور والحاجات دي. فرحت لبابا بقول له بابا انا عايز ابقى مصور او اصور يعني. قال لي ايه، عايز تبقى مصوراتي؟ قلت له هو مش بالمعنى اللفظي زي ما انت بتقوله. قال لي بص انت عموما لو بقيت مصورات انا هتبرى منك خلاص، انا كده ما عنديش ولاد، وبدخل لي بقى في قصه اللي هو ايه، هسيب لكم البيت ومحدش يعرف لي طريق، والحاجات اللي هي ايه الام والاب بيقولوها. فقلت لهم تمام وبتاع، وانا خلاص ممكن اشوف بقى كارير تاني وبتاع اشتغل فيه. ففجاه يعني يشاء القدر ان انا واحد صاحبي كلمني ان هو عايز يصور خطوبته، وانا كنت لسه مشتري كاميرا جديده، ده كان اول حاجه ان انا اعملها. فكنت بتفرج بقى على ريفرنس زمان ان انا ايه، شوف ازاي بيصوروا اوت دور وبتاع وكاميرا ولينس، وتجيب ريفلكتور تصور وتعمل واكسترنال لايت وحاجات كده. فجيت بقى ايه، رحت نازل من ورا اهلي صورت الفوت سيشن ده. فالمهم روحت رفعته على الفيسبوك، وقتها كانت سنه 2009. فلقيت ضجه كبيره قوي، والناس عماله بتبعت لي ايه ده ومش ايه ده، وازاي صورت ده وعملت ده ازاي وبتصوروه ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. ومن هنا بقى ايه، فضلت انزل شغل فتره من ورا اهلي، اللي هو مثلا حد يقول لي عايز اصورك، اقول له طيب تمام بالليل، تمام اوكي زي الفل، هقابلك بكره الساعه 6 في اللوكيشن، اقفل بسرعه. ده الكلا، اقفل بسرعه اقفل بسرعه دلوقتي، انا هقابلك بكره في اللوكيشن. ففجاه بقى يعني ايه، لحد ما ناس صحاب والدي ووالدتي قالوا لهم ايه ده احمد ناس تعرفه بيصور حلو وبتاع مش عارف ايه، فبداوا يتقبلوا الفكره واحده واحده، لحد بقى ما ايه، جه في يوم كده كان حصلت مسابقه في مكتبه اسكندريه، وكان في جوائز يعني ان هي تتوزع بمراكز يعني وكده، اول تاني تالت. فانا كنت مقدم بقى في المسابقه دي، وكانت مسابقه بقى تبع وزاره الثقافه يعني، كانت حاجه محترمه.
فقدمت فيها والحمد لله خدت مركز اول بقى من يوميها، من يوم ما شهدت الناس دي إن انا خلاص خدت مركز اول. فاهلي قالوا لي انت تمام، انت تمام قوي، خلاص كده احنا اعتمدناك، صور يا ابني ربنا معاك. ومن وقتها بقى الحمد لله يعني ايه الموضوع ماشي واحده واحده. بس ايه بشرح له انه حد بيكلمني بيقول لي انت هتعملي دعايه لبرودكت كذا، وهعمل له الكونتنت بتاعه وانزل واخد بيمنت قدامه. طب ومحدش لو بقى بيفهم. لو كلمه واحده. انفلونسر، بضطر مؤثره. محدش بيفهم مؤثره دي. يعني مره مثلا كانت اول كامبين اعملها في حياتي. كان واحد كلمني ان انا اروح له اعمل دعايه وكده عشان اخد سجاد. ماشي. وانا بقى رايحه عامله حسابي اخد سجاده كبيره بقى وبتاع. ما قلت بقى اول سجاده اخدها في حياتي. اخدت بابا وماما واختي واخويا الصغير ورحنا لحد زايد من التجمع عشان بس يعني اعمله دعايه وكده. في الاخر قال لي انا هتاخدي السجاد ده نقي اللي انت عايزاه، جايه نقي بقى دي ودي ودي. قال لي لا دي ب 25 ودي ب 30 ودي ب 40، انت تاخدي المشيتين دول يعني كل واحده ب 1000 جنيه. قلت له لا ميرسي قوي والله. خدتهم ورجعت لسه عندي لحد دلوقتي. فهي شغلانه غريبه بصراحه ما تعرفش تشرحها لحد. طيب كل حد طبعا لو عنده بارتنر او هيبقى عنده او كان عنده الحمد لله متجوز تمام زي الفل. فعلاقه بقى البارتنر ده مع شغلك بتبقى فيها مشكله برضه انك تفهمه مواعيدك وتفهمه زي ما انت قلت مثلا في موضوع العيد وكده، بتواجه مشاكل في ده ولا الموضوع؟ بص هو الموضوع في الاول يعني بيبقى صعب شويه، لان انا مراتي في مجال تاني غير المجال التصوير، بس حاليا هي بدا عندها اكسبيرينس كبيره قوي في مجال التصوير لدرجه ان انا بقيت بعتمد عليها ان هي تصورني او تصور حاجات معينه ليها علاقه برضو بشغلي. يعني انا مثلا عندي تيم تاني غير تيم الرجاله اللي هم رجالتي اللي بننزل بيها نصور كل شغل. في عندنا تيم تاني بنات، لان ساعات بيبقى عندنا مثلا عرايس محجبه، بيبقى في مثلا افراح من جنسيات تانية، ممكن الناس دي بتبقى طالبه مثلا ان في بنت تصورها. فاحنا نجحنا ان احنا نعمل تيم تاني كله بنات، واكتر من 4 أو 5 بنات بينزلوا، والتيم ليدر بتاعتهم هي مراتي. فهي بتصور وعلمتها الشغلانه ومية مية وزي الفل، وبقت بتقطع عليا. يعني بقت الافراح اللي مطلوب فيها ستات تصور بقت اكتر من الرجاله حاليا برجلنا. يعني لا بدأ الموضوع بالنسبه لي ان هو احنا الاثنين نتفق ان لينا شغل وبقى نفس الفيلد ونفس المجال، وهي بقت شاطره قوي يعني بقت مقطعه عليا دلوقتي. انا عن نفسي بستغل واحسن استغلال. بيطلع معايا بقى ونعمل ريلز، والريلز بتاعته بالذات بتضرب بقى، بتجيب فيوز كتير قوي. والله وطلع معايا في ريل مره بصوته بس، الناس سابت كل حاجه، مين ده؟ صوت مين ده؟ فقلت لها بص انت هتطلع معايا بعد كده علشان ايه. وبعدين ابتدى يطلبوه في كامبينز. يعني انا مثلا قالوا لي يلا وبتاع هننزل، بس معلش احنا عايزين خطيبك. فقلت لهم لا هو طبعا انا مهندس، انا مش بتاع الكلام ده. قلت له احنا ايه، هو مش يعني الموضوع مش غريب، تعالى معلش هم طالبينك. مره يوافق مره ما يوافقش، فهو مطلع عيني بصراحه. بتديله فلوس ولا بتاكلي حقه بقى؟ بصراحه باكل حقه بقى. هو مش انفلونسر، ثانيه واحده انا انفلونسر، مش معنى هو الطلب هو انفلونسر يعني. فلا هو الموضوع. لما جيت تتقدم بقى لخطيبتك قلت لحماك ايه؟ قلت له انا فريلانسر. لا الحمد لله معلش مش هيطلع بره، لان انا مراتي كانت مدياله هنت قبلها هيجي بقى وبتاع وتقدم في الوقت كذا وبيشتغل كذا او بيعمل كذا، فكانت مدياله يعني باك جراوند عني شويه. بس هو طبعا موضوع الفريلانسنج ده صعب شويتين وانت بتقدم لحد، فهي كانت مدياله في الاول شويه ايه بريف كده عني لحد ما دخلت البيت والموضوع الحمد لله يعني ماشي على طول الحمد لله. هم ناس طيبين. انا بنت محدش هيسالني على حاجه. لا بس ممكن بقى لو فريلانسر اتقدم لك. لو فريلانسر اتقدم لي بابا يبقى متفاهم، لان هو انا فريلانسر، فهو يبقى متفاهم يعني. ازاي بتضمنوا ان دايما يبقى معاكم فلوس وانتم مش ضامنين ان في سالري قريب جاي او حاجه ثابته زي الموظفين؟ هي دي حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت يعني. ازاي بقى؟ علشان انت ساعات بيبقى معاك كتير مره واحده، وساعات مفيش خالص، ساعات مره، فانت مش عمرنا هنضمن. هي دي الفكره. انت يا غير مضمونه. غير مضمونه
تعرف حاجه اسمها شهادات؟ بعمل شهادات كده بعدين افكها بعدين. البنوك. لا ما بعملش كده، انا بهزر. لا مش بضمن بقى، مضطره اتقبل الوضع، بس انا كده عندي براند لبس، فدي حاجه تانية بشتغلها يعني. اوكي. لا عادي، انا بفرتك اول باول يعني، بسيبها على الله مش مشكله. عشان عندي التزامات كتير واقساط وحاجات بالهبل، الحمد لله الحمد لله على كل حاجه، ما تفكروناش بقى. طيب يعني ما فكرتوش في الكريدت كارد؟ انا بفكر. سؤال صعب. بفكر انا عادي. بفكر انا كمان. انا بفكر عشان بسافر بره مصر كتير، بالظبط. محتاجه كريدت كارد. ايه؟ اعتقد اي فريلانسر مش ضامن سالري، ففي وقت كده في اخر الشهر مثلا او حاجه بيبقى محتاج يصرف حاجه حالا ولسه ما دخلوش فلوس، ساعتها ممكن يصرف. عشان كده انا بفكر في كريدت كارد يعني جدا، بسافر بره مصر كتير فبقى محتاجه كريدت كارد طبعا. لا انا بفكر اعمل كريدت كارد عشان جوجل درايف ولايت روم وفوتوشوب واشتراك ابل بس. طيب دلوقتي هنلعب اللعبه، يا ريت. فممكن كل حد يختار قول واعمل يعني. ماشي. طيب ماشي. ماشي. فقرة الساحر دي ولا ايه؟ اها اتفضل. ماشي. تحفني. الكلاينت طلع لك في الله وقت، يخرب بيت الكلاينت ده، طلع لي كل حاجه ده. الكلاينت طلع لك في وقت غير مناسب قبل كده؟ طلع لي في وقت غير مناسب؟ السؤال بيقول كده. طلع لي في وقت غير مناسب؟ هم ما بيطلعوش غير وقت غير مناسب. عايزه هو السؤال بيقول كده، الكلاينت طلع لك انا بقول لك ما بيطلعلوش غير وقت غير مناسب. امتى بقى؟ وانا نايمه مثلا الساعه 9 الصبح وفي حد يتكلم في الشغل الساعه 9 الصبح. لا مش قادره يعني. لا انا بصحى متاخر، مش انا انفلونسر. هو الطبيعي 9 الطبيعي 9 الصبح اللي مش طبيعي 2 فريلانسر. فري. اوكي يبقى 9 دي ملغيه من اساسا. طيب ماشي زي الفل. السؤال اللي بعده انا هختار برضو اديله. اوكي بص انا انقي بقى من حته. ديمقراطيه قوي هنا. ايه اوحش نصيحه ليها علاقه بالشغل اتقالت لك؟ اوحش نصيحه اشتغلي اصلا. اشتغلي اصلا. ايه اشتغلي دي؟ انا مش متعوده اشتغل الصراحه، انا متعوده اهرج، ده شغلي اصلا. ايوه تمام. ادولي بقى. ماشي اتفضلي. برضه اول كارت انت. احكي لنا اخر مصيبه عملتها في بروجكت. اخر مصيبه عملتها في بروجكت ان انا اشتغلت لوحدي وطردت كل التيم. دي اخر مصيبه بالنسبه لك؟ يعني كان شغال معايا تيم مثلا بتاع 8 افراد واثنين فيهم غلطوا. فشهدت عليهم الناس اللي باقيه ان هم غلطوا وان هم ما عملوش حاجه. فاليوم ده نفذت البروجكت كله لوحدي ومشيت كل التيم. ماشي اهو مره من النص. احكي لنا موقف محرج حصل لك مع الكلاينت. هو مش يعني هو موقف محرج، بس الحمد لله لحقناه. مره كنا لسه مستنيين يعني بروجكت يبتدي وكده، ولسه بنطلع كاميرا ميرورلس، لقينا ان الشاتر بتاعها اتحرق. ثانيه يا جماعه عشان اللغه العربيه عندي ايه اكبر قيود بتواجهها في شغلانتك؟ اكبر قيود بواجهها في شغلانتي يعني ان اللوكيشن نفسه بيبقى صغير، يعني كل اللوكيشنز بتبقى صغيره او متكرره، فلازم في كل مره يعني تعمل كرياتيفيتي شويه ان انت تسلم كل كلاينت حاجه مختلفه عن اللي قبله. لاننا مثلا لو بنصور حاجه في مكان في اوتيل فهو محفوظ، يعني صورنا فيه بدل المره 14 مره 50 مره، فلازم كل مره ان انت تحاول ان انت ما تروحش في نفس المكان اللي صورت فيه قبل كده وتغير غيره، تاخد انجل تانية، تغير عدسات، تغير مش عارف ايه. فهو ده بصراحه حاجه بتعمل لك كده بلوك في الكرياتيفيتي بتاعتك، فبتحاول كل مره اللي هو ايه تعصر دماغك كده انت تشوف اي لوكيشن تاني تصور فيه. دي الحاجه مقيده قوي بصراحه. حاسه ان انا مذيعه قوي بس ماشي. ماشي خلاص يلا بقى اعمل اوكي. انت بقى انت اديها 3. هي ليه عليها علامه شيطان عشان هي حاجات قرون شيطان العكس هو الاول اهو. ماشي. طب بتفنط كده شايفه كل الاسئله. عادي عادي. قلد رقصه على التيك توك.
رقص على التيك توك. ماشي، اقوم ولا اعمل ايه؟ وانا قاعده ايه الرقصه اللي وانا قاعده دي؟ ما حدش يتريق، مش قادره اقسم، انا هضحك على نفسي. مش قادره. الحمد لله انا ما طلعتليش. هتضحكوا ولا لا؟ لا لا طيب ماشي. مخصمك وابعد عني انا مش طايقاك. والله دي موجوده صح؟ انت عارفها؟ عارفها. وابعد عني انا مش طايقاك، سيبني مش عايزه ابقى معاك، ما تورينيش وشك تاني. كلك 100 100. اللي بعده. يا الله، انت انا ابتديت مستعد أسأل. للسؤال؟ لا يلا. تفضل والنبي ما تطلع لي بحاجه. قول مقولة حماسية بصوت كرتون مدبلج. مقوله حماسيه. بصوت كرتون مدبلج. ماشي، مقوله حماسيه بصوت كرتون مدبلج. ايه طيب؟ الإجابة الوحيدة للهزيمة هي الانتصار. بجد والله. شكرا. يلا إيه شدي واحد. انا اللي العكس، هشد. العكس. ماشي. يلا اتكلم عن حلاوه شغلك كانك فود بلوجر. كأني فود بلوجر. ماشي. مش عارف ابداها ازاي، بس انا في دماغي كده بداية العدسة نفسها. العدسة نفسها لو هنتكلم مثلا عن العدسة ال 50 مللي f 1.2، فهنتكلم عن العدسة دي نقول فيها ايه ولا ايه ولا ايه؟ هي اشعار، عزل، لا عدسة جميلة جوسي بتمط، مليانة موتزاريلا كده، عدسة حلوة قوي. اوكي ماشي. اختار حاجه قدامك تتكلم معاها كانها الكراش. لعبه دي يا عم انت. اتكلم ايه؟ دي واحده ست دي واحدة ست؟ تلعب باليه. يا حبيبتي، دي اعصابها بايظه. ده ايه ده؟ انت عارفة بس انا بس اتجوزت. ما تبتديش. لو حد بيعاكسني كده اصلا هتقفل منه في ثانيه يعني. انا ما بعرفش اعاكس والله. امال اتجوزت ازاي؟ انا مش فاهمه. كده على طول. والله اتجوزنا كده. بقول لك ده واحد متدويه بيعاكس ولا بقول لك؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه، انت عارفه ان انا سبتك رحت لواحده احسن منك؟ عارفه ولا مش عارفه؟ ها؟ يا جاوبي. يا خرابي، يا ريتك معاكسه. حطها مكانها، حطها مكانها. البنت احبطت خلاص من المعاكسه دي. انا اسف. يلا انا أصلاً. موجوده والله. ماشي. اتصل بحد من اهلك وافتح سبيكر وانت بتقول له انك هتبطل شغل وتفتح قهوه بلدي. ماشي. اوكي. اكلم مراتي بقى. مش هتصدقك. لا تصدق. اعمل سبيكر اهو. هو ده كده سبيكر؟ احنا كده على السبيكر. الو. الو ايوه، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بص انا هسيب التصوير خالص وعايز افتح قهوه بلدي. هتسيب التصوير وتفتح؟ طب حلو، على الاقل بنحبها يعني، لو الناس ما جاتش تقعد عليها نشربها. ازاي؟ ما احنا فاتحين قهوه في البيت. لا ما هو دي الدرينكس بتاعتنا اسبريسو ولاتيه ناخد بقى وامريكان. الموضوع بروفيشنال ويبقى بيزنس. يعني انت موافقه عادي مفيش مشكله ان نفتح؟ طبعا طبعا، انت عارف انا اموت في البيزنس. يعني انت يلا وانا معاك. يعني انت موافقه نفتح قهوه بلدي؟ جدا جدا. طب مين فينا اللي هينزل المشاريب؟ مين اللي هيعمل المشاريب؟ معاك في اي حاجه. ايه ده؟ بجد؟ والله. فين بقى؟ في وسط البلد. خلاص ماشي. زي الفل. ماشي زي الفل. خلاص، هدور على لوكيشن نفتح فيه القهوه دلوقتي واكلمك تاني. وانا هاجي بالمكن وبالقهوه. زي الفل. ماشي يا حبيبتي. اوكي. سبورت. اوكي. ماشي اوكي. باي باي. ده ايه ده؟ اقسم لذيذ انا حتى أوي. ما بعتلهاش واتساب لذيذ ولا أوي. اي حاجه. طيب حابين تقولوا ايه للفريلانسرز بقى في نهايه الموضوع ده؟ اللي لسه هيبتدي
هي محتاجه كوميتمنت، كونسيستنسي اهم حاجه. موضوع لذيذ بس يعني عايز حد تالنتد صراحه، مش اي حد يخش في الفيلد ده. اللي اوريدي موجودين، انا اشطر واحده يا جماعه، فكوكوا مني وانا جايه لكم. تحب انت تقول ايه؟ انا احب اقول لاي حد هيبتدي مثلا في مجال التصوير، اوعى تيأس بسرعه، وخلي عندك امل وخلي عندك طموح. ومفيش نجاح بيجي بسهوله، والمحافظه على النجاح صعبه جدا، بس فعلا مفيش نجاح بيجي بسهوله، لازم استمراريه كتير قوي. بس خلي بالك ان انت في مقابل الاستمراريه دي هتخسر حاجات كتير قوي من وقتك الشخصي وحياتك الشخصيه، فحاول تعمل بالانس. بس تستاهل. اكيد تستاهل، بس برضو الحياه يعني واصحابك واهلك والناس قريبه منك تستاهل برضو هي كمان تكون بارت من حياتهم، لان انت لو فضلت حاجه عن حاجه هتخسر الحاجه التانية. فلازم يعني لو اي حد في المجال حاول يبتدي جديد، لازم من البدايه وانت بتبتدي تبقى عامل بالانس او عامل كالندر في اوقات معينه دي اللي هتشتغل فيها، ودي الاوقات المعينه اللي هتنبسط فيها مع اهلك وناسك وحبايبك واصحابك كده. شكرا. شكرا. على السلامه. شكرا يا جماعه. ايه ده خلاص كده؟ كنت زي عايزه الفل. اقعد ارغي شويه بصراحه. زي الفل، نقعد بقى. الموضوع خلص على كده. مع السلامه.